السلام الله عليكم مشاهدي الكرام، اهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا اينما كنتم. عدنا لكم من جديد في اطار مواكبه اشغال الجاريه بملعب طنجة بن بطوطه، التي تعرف حفر ارضيه الملعب وتقريب المدرجات من الارضيه، وكذلك زياده في الطاقه الاستيعابيه للملعب. كما كتشوفوا هنا مشاهدي الكرام، الاشغال لا زالت متواصله على إيقاع أصوات المحركات التي لا يعلو صوت فوق أصواتها. كما تلاحظون الأشغال مستمرة، وهناك زيادة في عدد الآليات، زيادة ملحوظة في آلية الحفر، وكذلك مثل هذه آلة الهدم. البوكلانات زادوا العدد ديالهم، أصبح العدد 9 ديال البوكلانات ولا 10 ديال البوكلانات. فعلا كما قلت مشاهدينا الكرام، كاين 10 ديال آلات الحفر، الحفارات أو البوكلانات اللي كما كتشوفوا. عشرة ديال البوكلانات، العديد من الشاحنات كما أشرت في الفيديو السابق. الأشغال مستمرة، الأشغال الإشارة من الأشغال تستمر طيلة على مدار الساعة، 24 ساعة على 24 و3 أيام في الأسبوع، دون مجال للراحة. كتشوفوا مستوى الحفر على حساب البلايص كما كتشوفوا، قد يحفروا حوالي 8 ديال الأمتار. بداو كيحيدوا داك الخندق كما كتشوفوا. إن شاء الله الملعب غادي يتم التجهيز ديالو في أقرب وقت ممكن. الإشارة مشاهدينا الكرام أن المقاولة أو الشركة صاحبة الصفقة هي مقاولة مغربية 100%، إدارة ومسيرين وعمال وآلات وكل شيء مغربي 100%. عملاقة لديها تعمل في عدة مشاريع على الصعيد الوطني والقاري. وحتى الشركة السابقة اللي كانت مكلفة بالتهيئة ديال الملعب وبناء المدرجات، المدرج الشمالي والمدرج الجنوبي، كانت أيضا شركة مغربية وعمال مغاربة ومسيرين مغاربة. حتى لا يفوتني مشاهدينا الكرام رسالة خاصة إلى الكراغلة. ربما أول مرة أوجه رسالة إلى الكراغلة، أقول لهم هذه القناة لا تخصكم، هذا وطننا المغرب، لا يهمكم ولا تهمكم أموره وشؤونه، فقط اصطفوا في طوابيركم أو اصمتوا، تفرجوا واصمتوا بدون تعليقات.
حنا ما كنجيبوش الشركات الصينية باش تبني لنا الملاعب ديالنا ولا تبني لنا الطرقات ولا المشاريع ديالنا، لا كل شيء مغربي 100%. حنا نجيو نبنيو لكم إلا كان عندكم شي نقص، أكيد راه عندكم نقص. ما كنبغيش نجاوبهم ولكن كثرة التعليقات رغمتني على الجواب. تدخلونا ما عندكمش ملعب، ما عندكمش ملعب مغطاة، ما عندكمش كذا، ما عندكمش هذه، راه ملاعب في أوروبا. كما كتشوف الآن في أستراليا وأندونيسيا كأس العالم السيدات ملاعب غير مغطاة. لو كانت ما بين تلك الملاعب لقيل الكثير من الكلام. ملاعب غير مغطاة ومدرجات مجزأة. وحتى الآن في كأس الملك سلمان وكأس أبطال العرب ملاعب عادية جدا ولا أحد يتكلم، فقط يتكلمون على المغرب، ينتظرون أي هفوة. المغرب كبير عليكم وليداتي. كما كتشوفوا مشاهدينا الكرام هذا الخندق اللي داير بأرضية الملعب بداو كيحيدوه. كتشوفوا إن شاء الله كما قلت الملعب غادي يكون جاهز في أقرب وقت ممكن. الأشغال غتمشي بالسرعة القصوى. أما فيما يخص المدرجات مشاهدينا الكرام، المقاعد التي قاموا بإزالتها، فهم الآن بعدما تم عملية الصباغة والتنظيف لا زالوا ينظفون هناك، أما بدأوا بتركيب جزء منها كما تلاحظون في المنطقة العلوية. فقط أزلوا من أجل الصباغة لأن ما كانش إمكانية هذاك البلاصة. وحتى في هذا اللي كيبان قدامكم هذا المدرج الشمالي، وكذلك حتى بالنسبة للمدرج الجنوبي لا زالوا يقومون بالتنظيف والصباغة. كنشوفوا مشاهدينا الكرام من واجهة أخرى لتقريب الصورة للمشاهد الشاهد. بعض المتتبعين كيطلبوني ندير فيديو كل نهار، ولكن للأسف مشاهدينا الكرام لا أستطيع فعل ذلك نظرا ليس بصعوبة مهمة ولكن لضيق الوقت. مشاهدينا الكرام أنا خدام، يعني راه صعيب عليا باش نصور فيديو كل نهار، ولذلك قررت نصور فيديو كل سيمانة. اليوم والله العظيم ساليت الخدمة قلت نصور مشاهدين. ونحاول نواكب جميع التطورات اللي كتخص الملعب. التهديم ديال هذا الجدار الفاصل بين المدرجات والحلبة.
كتشوفوا تم هدم اجزاء من الجدار. عرفت الصوت واش كيتسمع ولا ما كيتسمعش لان الصداع بزاف هنايا. مشاهدينا الكرام، بالنسبه لبعض الاخوان الذين ينقلوا او الذين يسرقون ان صح التعبير الفيديوهات من القناه ديالي، سامحهم الله، بزاف ديال التعليقات، وشفت بزاف ديال القنوات اللي كيديو الفيديوهات. على الاقل الانسان غيتشاور، ما كنبغيش ندير داك نطالب حقوق النشر، ولكن على الاقل الانسان غيطلب الاذن. كنطلب مني واحد القناه مصريه اللي باش ندير الفيديوهات بكل فرح، ولكن بعض الاخوان سامحهم الله يعني كيجي كيهز لك فيديو بدون اذن وبدون تشاور. الله يهدي ما خلق وصافي، ما كنبغيوش نحرموا على الانسان وصافي. يعني ما فيها باس الانسان على الاقل يخلي غير تعليق، بغيت ناخذ هذا الفيديو ولا بغيت نقسمو ولا بغيت كذا، واش غادي نقول ديك الساعات انا ماشي مشكل، ولكن باش تخلط وتهز فيديو تحطو في القناة ديالك هذا عمل غير اخلاقي للاسف. مشاهدينا الكرام، بالنسبه لجنبات الملعب او تغليف الملعب فلا زالت الامور كما كانت من قبل، فقط باقيين كيزيروا داك البرات، مازال ما غلفوش، مازال ما بداوش التغليف. ما عرفتش واش حتى غادي يسقفوا عادي يغلفوا ولا ما عرفتش، المهم ما عنديش شي فكره صراحه. واي جديد انا غادي نحاول نعلمكم به. والى هنا مشاهدينا الكرام كنوصل نهايه هذا الفيديو، القاكم في فيديو قادم بحول الله. تحياتي لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.